ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. زي ما احنا بنشتغل في لارافيل 12 على جزئية الاي كوميرس ونحن نطلع منه اي بي اي والباك اند وبتاعه وكل حاجة، برضه عاوزين نشتغل على جزئية الفرونت اند الخاصة بيه زي ما كنا قايلين في كورس لارافيل فول ستاك. احنا هنشتغل على حاجتين، حاجة اللي هي الاي بي اي اونلي، بعد كده نبدأ ان احنا نشتغل على رياكت وبعديها انيرشا باستخدام رياكت برضو. ليه لا احنا نعمل سب كورس دلوقتي يكون خاص بس برياكت زائد طبعا تايب سكريبت وتيلويند، وفي نفس الوقت نطبق على الاي بي اي اللي احنا بنعملها في الباك اند، ونعمل انتجريتد سيستم كده بحيث اللي هو يكون ابلكيشن كله شغال مرة واحدة. يعني بدل ما نخلص كل اي بي اي لوحدنا بعد كده نرجع نشتغل على الفرونت اند، لا احنا الاتنين هيكونوا شغالين parallel مع بعضيهم، بحيث ان احنا خلصناه في الاي بي اي هيكون بيخلص في الفرونت اند، مع كمان ان احنا لسه هنخلص بقية الحاجات اللي ناقصانا في الاي بي اي. وبالتأكيد طبعا مش هنعمل نفس الحوار ده مع انيرشا، احنا هنعمل بروجكت خاص بقى بانيرشا. طيب هنعمل ايه النهارده؟ هنحضر للرياكت بروجكت بتاعنا، واللي هو هيكون عن طريق فيت و تيلوين سي اس اس. كمان نسطب حبة باكجز من ضمنها رياكت راوتر وكمان اكسس. اول حاجة هنعملها واللي احنا هنعمل initialize للبروجكت بتاعنا. تعالى كده نفتح ترمينال. بس في الاول خالص كده انا عاوزك تحمل نود جي اس عشان تقدر انت تشتغل معانا. هنبدأ كده نقول له npm create v8 latest، بعد كده هنقول له اسم البروجكت بتاعنا اللي هو هيكون e-commerce front end. انت ممكن تعمل select على الفريم ورك اللي انت عاوزها، فمن ضمنهم مثلا ان انت ممكن تقول له انا عاوز اختار فانيلا بس، فهو هيحضر لك الفايلات بتاعت الفانيلا بس. كمان انت ممكن تشتغل يا اما فيو يا اما رياكت، بس طبعا بما اننا دلوقتي في كورس رياكت فهنشتغل رياكت دلوقتي. هو بيقولك انت عاوز تشتغل رياكت with تايب سكريبت ولا جافا سكريبت بس، ولا انت عاوز تشتغل ب مثلا حاجة زي رياكت راوتر 7 واللي هي بتكون فريم ورك بديلة لريميكس، ولا انت عاوز تشتغل عن طريق فريم ورك اسمها تين ستاك. انا هنا هختار تايب سكريبت، بعد كده هنا هقول له ايه سي دي الاي كوميرس فرونت اند، بعد كده هقول له هنا npm install علشان يبدأ اللي هو يحمل لي كل الباكجز اللي انا محتاجها. طيب وبعد كده لو انت كتبت كده npm run dev يبدأ اللي هو يشغل معاك السيرفر بتاعك. زي ما انت شايف كده ده كده يعتبر اول ابلكيشن خاص بيك في react، وهو عبارة عن كاونتر. طيب تعالى بقى نتعرف على البروجكت بتاعنا من جوه. ده الفايل ستراكشر الخاص بيك. عندك هنا البابليك فولدر ده فيه حاجات اللي انت ممكن تستخدمها بشكل عام وتخليها as a public usage، زي مثلا icons fonts حاجات زي كده. انت مثلا محتاج ان انت تحطها في ال index.html. بالمناسبة ده برضو ال index.html مش هيبقى فيه حاجات كتيرة خالص، انت مثلا هتحط فيه مثلا الايكون زي مثلا الايكونز الخاص بالاندرويد، الايكونز الخاصة بالاي او اس وكده، وحاجات بسيطة جدا. تمام. وهنا مثلا هتغير التايتل، او احنا هنغير كمان عن طريق هيلمت، فانت مش محتاج ان انت تلعب خالص في التايتل هنا. بالنسبة بقى للبادي، انت زي ما انت شايف كده في عندك حاجة اسمها div وواخد الاي دي اسمه root. طيب ده بيعمل ايه؟ ده بينسرت جواه كل الكومبوننتس اللي انت هتعملها في المستقبل. يعني ده يعتبر ايه؟ يعتبر المين div بتاعك. تمام. وهو زي ما انت شايف كده برضو عندك هنا سكريبت attached، واللي هو هيكون المين دوت تي اس اكس. المين دوت تي اس اكس بقى ده موجود فين؟ لو انت فتحت كده السورس هتلاقي مين دوت تي اس اكس، واللي هو مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن ان هو ياخد الستارتر بوينت بتاعتك اللي هي هتكون اب. تمام. ويعمل لها ريندر فين؟ يعمل لها ريندر جوه الاليمنت اللي اسمه div element باي دي اسمه root اللي احنا كنا شايفينه في الاندكس. تمام. بالمناسبة احنا مش هنتعامل كتير مع المين دوت تي اس اكس ده، احنا كل هيكون تعاملنا مع الاب
لان ده الستارتر بوينت بتاعنا، وده اللي هيبقى زي كونتينر لكل اللوجيك بتاعنا او الكومبوننت اللي احنا هنعملها. وهنا هتلاقي فيه اتنين CSS. هنا app.css لو انت حابب ان انت تكتب CSS بالطريقة دي، بس في الاخر في الاول انت هتتعامل ب Tailwind، فانت مش هتحتاج app.css حاليا، انت ممكن تشيل كل ده. بس في الاخر برضو انت هتحتاج index.css عشان هتحتاج ان انت تعرف Tailwind فيها، بالاضافة كمان لانك تعمل حبة customization على الكالرز، على مثلا السايزز، الفونتس، حاجات زي كده. ولو انت كمان رحت على الباكجز دوت جيسون هتلاقي فيها كل الحاجات اللي انت محتاجاها، زي مثلا السكريبتس دي هيكون فيها div اللي هو npm run div اللي احنا عملناه ده من شوية، وده اللي هو بيعمل div preview للسيستم بتاعك، بحيث ان انت تقدر كل شوية تبص انت عملت ايه. و npm run build ده بيرن اللي هو tsc اللي هو الكومبايلر، تايب سكريبت كومبايلر، وده كمان برضه هنتكلم عليه ان شاء الله في المستقبل. هنا عندك اهم حاجتين اللي هو الرياكت والرياكت دوم، وان انت اصلا كان ممكن ان انت تعمل انيشيلايز للبروجكت بتاعك وتسطب رياكت ورياكت دوم من غير ما تستخدم فيت، ولكن يعني فيت بيقدم لك حاجات كتيرة جدا من ضمنها تمبلت جاهز، زي ما كأنك كتبت create react app، ولكن create react app دلوقتي بقت deprecated. واهم ان انت تتعامل مع فيت او تين ستاك او رياكت راوتر 7 او نيكست جي اس، وده اللي بيديك السبورت الكامل لكل حاجة انت ممكن تحتاجها. هتلاقي كمان عندك ts config app.json، دي حاجات خاصة بالconfiguration الخاصة بالتايب سكريبت، وحاليا احنا مش محتاجين ان احنا نضيف اي حاجة فيها. عندك هنا الفيت config.ts، ده احنا محتاجين نتعامل معاه شوية. زي ما انت شايف هو هنا عامل بلجن اسمها بلجن رياكت، ودي مسؤولة عن ان هو يعمل هيلبر او ريندر لرياكت مع فيت اللي هو السيرفر بتاعنا. تمام، فانت هنا عشان تكونفج مثلا حاجة زي تيلويند، محتاج ان انت تروح اول حاجة تعمل انستول لتيلويند. فاحنا كده هنروح نعمل npm install لتيلويند css و tailwind css slash v، وبالمرة كمان نسطب الاكسس والرياكت راوتر دول. بعد كده نروح على vite.config.ts، وهنا نبدأ ان احنا نقول import. نروح نعمل زي كوما كده، بعد كده هنا نقول ايه tailwind css كده عشان تعمله configure جوه vite. بعد كده تروح على index.css، ممكن بقى تشيل كل الكلام ده وتحط هنا ايه at import tailwind cs. بعد كده لو انت عملت npm run dev مرة تانية هتلاقي ان tailwind بقت شغالة معاك. it should be زي كده. هنا لو لاحظت ان هو كل الستايل اختفى. تمام، طب تعالى كده عشان نتأكد ان هي tailwind شغالة اصلا. هنروح على الاب ممكن بقى ان احنا مثلا على button class name bg red 500 مثلا، بعد كده نعمل save. هتلاقي اللي هو اتغير معاه الباك جراوند الخاصة بيه. طبعا يعني الشكل بشع جدا، ولكن احنا بس ايه عاوزين نتأكد اذا كان هو شغال ولا لأ التيلوين. وبما ان هو قبل التيلوين كلاسز، فمعنى كده ان هو بقى شغال كويس جدا.